وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هذا الداء، داء القراء، داء العباد، داء العمال، الرياء والسمعة، مراءاة الغير بعمل الخير، إسماعهم خلاف الواقع. يعني إذا كانت أمور الدنيا تفعل للدنيا هذا أمر عادي لا له ولا عليه. أمور الدنيا إن احتسب فيها الأجر ونفع الآخرين ثبت أجرها، وإلا كفى لا له ولا عليه. لكن أمور الآخرة، العبادات المحضة، ومنها العلم الشرعي، هذا الذي لا يقبل التشريك ولا يخرج صاحبه منه كفافا. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: منهم شخص تعلم العلم وعلم. أول من يلقى في النار تسعر بهم النار هذا واحد منهم. يا فلان ألست تعلمون الخير؟ ألست تقول؟ ألست تبكي وتبكي؟ تعلم ليقال عالم، وقد قيل خلاص أخذ نصيبه في الدنيا. من راى أو من يرائي يرائي الله به، من يسمع الله به. الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، نسأل الله العافية. والنية تعزب شروط، والدنيا من حب المال، حب الشرف، حب الرياسة، حب التصدر للمجالس، هذا داء لا داء مثله. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأشد وأضر على المسلم من حب الشرف والمال. بعض الناس يستدل على إخلاصه أنه لا يأخذ شيء من المال، زاهد، لكن انظر في الأمور الأخرى. يستدل على أن هذا الراقي مخلص راقي مخلص، أو يقرئ الناس ويعلمهم خير ومنقطع لهذا الأمر ويقول مخلص. ليش مخلص؟ ما الدليل على أنه مخلص؟ قال تاركنا الدنيا ويرد الأموال، وإذا قال على أحد كبير صغير أعطاه رفض. هذا دليل على إخلاصي. لكن انظر إلى الجانب الآخر. بعض الناس يكفيه أن يقال شفى الله على يده فلان أو علان، أو مشى على يده كما يزعم واحد موجود الآن يقول 70 مقعد مشوا على يده بعد الرقاء. يكفي هذا. يعني مو بالإنسان يقدم نفسه للقتال فيقتل ليقال جريء. وهذا الآخر من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالرياء داء خطير، والنية شرود تحتاج إلى من يتحسسها في كل لحظة. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره. إما أن يكون في هذا الحديث
لم يجد من يرفعه النبي عليه الصلاة والسلام غير جندب، أو أن التصريح بلفظ النبي دون الرسول أو بالكنية سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، المقصود أن اللفظ محتمل. غيره فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم سلم كم أدرك من الصحابة. وين صالح؟ كم أدرك من الصحابة؟ سلم بن كهيل. فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الله به. هذا داء القرى. بعض الناس يؤثر في كثرة من يصلي خلفه. نعم، تحبير القرآن وتزيينه بالصوت أمر مطلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام استمع لقراءة ابن مسعود، استمع لقراءة أبي موسى الأشعري، وقال له أبو موسى لو علمت أنك تسمع حبرت، يعني زدت في التحسين، وهذا لا يؤثر. الكلام على القلب، الناس لا شك أنهم يتأثرون بالأصوات، ويشكل على كثير من الناس أنه يسمع الآيات من فلان فيتأثر، ويسمع من فلان ولا يتأثر. هذا حسن الصوت وهذا أقل. إذن التأثير للصوت ما بالقرآن. نعم، هذا مشكل عند كثير منهم، لكننا نقول هذا التأثير ليس للصوت، إنما هو للقرآن المؤدى بهذا الصوت، للقرآن المؤدى بهذا الصوت. ولذا أمرنا بتحسين القرآن، زينوا القرآن بأصواتكم. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فالمأمور به مطلوب شرعا ولا ضرر منه لذاته. نعم، قد يقترن به ويحتف به ما يجعله مصدر لما جاء بالحديث من سمع الله به. قد يعجب بصوته، قد يعجب بكثرة الحاضرين وينسى النية وينسى القصد، لكن تزيين القرآن وتحسين الصوت به والتغني به أمر مطلوب شرعا. من سمع الله به، ومن يرائي الله به. هذا عباد، هذا داؤهم. ليس معنى هذا أن نمدح من يترك العمل، لا، عليك أن تعمل، وعليك أن تقصد بعملك وجه الله عز وجل. لا تقصد فلان ولا علان ولا اسمع فلان ولا لا. وليس العلاج في أن تترك، ليس العلاج الترك. كثير من الطلاب في الكليات الشرعية يشتكي، يقول حاول يخلص عجز، حاول جاهد بيخلص عجز. كل قدامنا وظائف، قدامنا بيوت، وقدامنا ما أدري إيش، ننتظر هذه الأمور وأجزنا نترك. قل يا أخي لا تترك، الترك ما هو بعلاج، أنت جاهد واصدق اللجأ إلى ربك عز وجل في أن يجعل عملك خالصا لوجهه مقربا إليه. اصدق اللجأ إلى عز وجل، وإذا علم الله سبحانه وتعالى صدق نيتك في هذا الطلب أعانك. وكم من شخص طلب العلم لغير الله عز وجل ثم جاهد إلى أن وصل إلى ما يريد. وليس هذا يدل من قريب ولا من بعيد أن يتساهل الناس في أول الأمر، لا، عليهم أن يجاهدوا من أول الأمر. لكن إذا وجد منهم التفات في النية يمين ولا يسار عليهم الجهاد، والترك ليس بعلاج. نعم.